السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم كله خير وسعادة وبركة. هتعملي ايه يا ام وعد؟ واحدة حبيبتي طلبت مني، ربنا كرمني وطلبت مني فطرتين. ما هو كل ده شغل برضه يا حبايب قلبي، وعمالة تقول لي عيالي عايزين ياكلوا بيتزا. انا بقى عملت افتكاسة من عندي يا حبايب قلبي، ويا رب تعجبكم. عملت ايه؟ عندي حبة صلصة، ده كاتشب يا ام وعد الموجود، ده الموجود، انت هتتخانقي؟ الموجود يا حبايب قلبي. وعجنت لها فطرتين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد ما خدت يا حبايب قلبي من عجنت الفطرتين وقطعتهم، انا وحبيبه قلبي ام ايه، ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا ويرزقنا يا رب، يا رب يرزقنا ويرزق كل من كان يا حبايب قلبي. عملت الايه؟ من نفس العجينه بتاعت الفطير يا ام وعد، والله من نفس العجينه بتاعت الفطير. وعايزين نفرح ايه؟ اولادها. ما هي البيتزا بكام بقى يا حبايب قلبي؟ وعندها 5 اولاد، هتقضي منين حتى بيتزا من الفرن؟ وقطعت قطيتين كانوا عندي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وقرنين فلفل، والله العظيم جايبه لها ب5 جنيه زيتون. هو البقال اللي عندك ده ايده كلها بركه؟ ده دنيتنا اللي كلها بركه في ذكر ربنا والله العظيم، وبالصلاه على النبي. الصلاه على النبي هي اللي بتجيب البركه كلها يا حبايب قلبي. وزي ما انتم شايفين بقول لكم ايه يا حبايبي، لو الصلصه ما كفتش بقى احنا هنعمل كده على قدنا. ادعوا لي الصلصه تكفي وتوفي ان شاء الله، ويبقى ايه؟ رضينا الاولاد وما زعلناهمش، وعملنا لهم ايه؟ بيتزا على قدنا كده يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مالك يا ست وعد ساكته ليه؟ ايه؟ هقول ايه؟ مش كل البيتزا الجميله اللي بتعمليها. ايوه، عيبي عليا. مش عاجبك مش عاجبها يا حبايب اي حاجه خالص يا حبايبي، مش عاجباها كل حاجه. ام وعد مش عاجبه البت دي، مش عارفه عايزه مني ايه الصراحه. ايه يا ام وعد انت هتحلفي؟ ما احنا قلنا بقى يا حبايب قلبي احنا بنفرح الايه؟ الاولاد. اللهم صل على حضره النبي. هحلفه، ايوه هحلفه. وزي ما قلنا كده يعني هي اللي هتطلع دي معلهاش، معلهاش، يبقى الواد محمد ياكلها. وادي الايه؟ القطه بتاعتنا اللي احنا قطعناهم وعلى الوش. يا سلام والنبي يا حبايبي هتطلع احلى بيتزا بتاعت ام وعد دي، حاجه على القد كده وحاجه هتفرح الاولاد. وهنعمل لها الفطيرتين على فكره، بالرغم ان هي ظروفها على قدها بس بتحب تراضي. بتراضي مين يا ام وعد؟ بتراضي سلفتها. انا عارفه ان هي عامله الفطيرتين دولت لسلفتها وراحت تزورها. عارفين يا حبايبي انا قلت لها ايه؟ قلت لها يا حبيبتي راحت تزوري سلفتك، خدي معاكي 2 كيلو بصل و2 كيلو قوطه، حاجه تنفع في الايه؟ في البيت. قالت لي ازاي يا ام وعد؟ واحده تعبانه هخش عليها ب2 كيلو بصل؟ قلت لها والله ده هو دلوقتي المطلوب يا حبايب قلبي. ايوه ده اللي هينفع في البيت. راح ازور عيان دلوقتي ولا راح ازور حبايبي اخد الحاجات دي؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يا حبايب قلبي؟ وحاجه بتجبر الايه؟ الخاطر. وربنا يجبر خاطر يا رب اللي بيجبر خاطر الناس كلها، يا رب يجبر الخاطر. فانا عارفه ان هي حبيبه قلبي على قدها وراحت لسلفتها. بتقول لي ايه بقى؟ هي بتقول لي يا ام وعد بيسالوا عليا، سلفتي بتسال عليا على طول وعلى قد ما بتقدر بتعمل معايا. فقلت لها وانت كمان يا حبيبه قلبي على قد ما تقدري راضيها لو بحاجه بسيطه. ده بيت اخوها ويتن مفتوح دايما بايه؟ بحسه، في سبيل كمان ان مامتها يعني مامة جوزها حماتها متوفيه. خدوا بالكم معايا يا حبايب. ما انا لسه بقول لهم هم انت مالك يا حبيبتي؟ انت مالك؟ هم هيكتبوا يقولوا لي يا ام وعد في ما نحطلهاش قوطه وفي ما نحطلهاش كذا، انت مزعلانه ليه؟ طب يا حبايبي صلوا على النبي وحدوا الله. جاتني زيتونيه ببذرتها، اعمل ايه؟ هقعد اقطعها؟ طب اقول لكم ايه؟ هحطها كده عشان ابقى انا ادوق البيتزا يعني، وانا ماليش نفسي يا حبايب قلبي. يا ست ام ايه انت ساكته ارجوكي؟ يلا خد البيتزا البلدي بتاعتنا ديت اللي هتعجب حبايبنا وتفرح الولاد عشان نعمل الفطير بتاعنا. يلا يا حبيبه قلبي
شيلي حاجتنا ويلا نبتدي في الايه، في الفطير يا حبيبة قلبي. يلا يا روحي. اللهم صل على حضرة النبي. بقول لك يا غالية، يا غالية روقي لي كده يا حبيبتي، روقي لي كده، روقي لي كده وصلي على النبي. حبايبنا كده عايزين ايه دايما كده، ده احنا اللي بندوهم طاقه، صح ولا غلط؟ بندوكوا طاقه ايجابيه وانتوا بتدونا طاقه ايجابيه. ونبتدي يومنا دايما كده بالصلاه على النبي وبذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وزي ما قلنا يا حبايب قلب، كل عقده ولها حلات. طول ما ربنا موجود ما تقلقيش وتخافي من حاجة أبدا. ده ربك موجود، تخافي وتقلقي؟ اوعي تخافي وتقلقي ولا تزعلي ولا حاجة تزعلك يا حبيبة قلبي. وبألف هنا وشافة للي هتاكل الفطير، بألف هنا وشافة، بألف هنا وشافة يا غالية للي هياكل الفطير. ويشفيكي ويعافيكي يا حبيبة قلبي، يا اللي رايح لك الفطير يشفيكي ويعافيكي من كل بلاء يا حبيبة قلبي. ويشفي يا رب كده كل مرضانا، ويصلح حال الشباب يا رب يا حبيبتي يا رب، ويصلح حال بناتك ويفرحك بيهم ويبارك في عمرك لبناتك لحد ما تفرحي بيهم وتشوفوهم احسن الناس يا حبيبتي. احلى فطرتين، احلى فطرتين للغالية، احلى فطرتين يا حبيبتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هخلص الفطرتين وارجع لكم هما طالعين من الفرن يا حبايب قلبي. اللهم صل على حضرة النبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا الفطير والبيتزا البلدي اللي على قد ام وعد. ما تعيبوش عليا بقى. يلا يا ام ايه، وحاجتنا هتطلع من الفرن قدامكم يا حبايب قلبي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. والنبي يا حبايب قلبي. طلعي الفطير يا حبيبه قلبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. اللهم صل على النبي. شايفين النية يا حبايب قلبي؟ شايفين النية؟ بألف أنا وشفا للي هياكل. شايفين يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البيتزا البسيطه بقى اللي على قد بتاعت ام وعد، اللي على قد الحال يا حبايب قلبي. وادي الفطير لحبيبتي بألف هنا وشفا. يا رب تاكلهم في الهنا يا رب. يا رب يشفيكي ويعافيكي يا حبيبه قلبي ويصلح لك حالك ويفرحك ببناتك يا حبيبتي يا رب. يا رب ما يكونش يومي كان تقيل عليكم قوي كده. ماشي. واكتبوا لي بقى وقولوا لي يا ام وعد حاجتك ايه. وحد يقول لي انا عايز فطير يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الواد اللي واقف ده انا عارفه ان هو عايز واحده، والله العظيم عايز واحده. هجيب له اديله الحمر اهو. ماشي. تسلم ايدك يا ام وعد. بألف هنا وشفا يا حبيبي، بألف هنا وشفا. ربنا يهديك ويصلح لك حالك يا ابني يا رب. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وبالصلاة على النبي. صلوا على النبي. بحبكم في الله.